معلومات مهدوية قصيرة. كيفية إدارة الوقت للمنتظر المهدوي. إن أعظم وظيفة للمؤمنين في عصر الغيبة هي انتظار الفرج، ولا يتحقق هذا الانتظار بصورته الحقيقية إلا إذا أدرك المنتظر ماذا ينتظر وكيف ينتظر. وهذه المعرفة لا تكتمل إلا عبر الوعي العقائدي وفهم أصول الدين، ثم الالتزام العملي بالدين والابتعاد عن كل ما نهى الله تعالى عنه، والقيام بما فرضه عز وجل على الإنسان من واجبات وتكاليف شرعية. ويمكن للمنتظر أن يستثمر وقته في حفظ أحاديث أهل البيت عليهم السلام، ولو حديثا واحدا كل يوم، يحفظه ويتقنه ويفهم معناه من المصادر المعتبرة، سواء في الجانب العقائدي أو العبادي.